يا صباح الفل عليكم أو يا مساء الخير عليكم. أنا علياء. لو أول مرة تتابعيني لايك وشير وسبسكرايب مع مطبخ علياء علي. النهاردة هعمل معكم كده حاجة حلوة. الأول بس اكتبولي في تعليقاتكم الحلوة بتتابعوني من أنو بلد، وإيه رأيكم في قناتي. نصلي على الرسول الكريم. تعالوا كده، كنت قاعدة مش عارفة أحضر عشاء ايه، قمت كده كان عندي لفتين جلاش وعندي حاجات وجبت حاجات، يعني ايه مش كل حاجة كانت متوفرة بصراحة. قمت دهنت كده صينيتي الحلوة وحطيت حبة زبدة على سمنة، وطلعت لفات الجلاش من قبلها كده بشوية عشان بشيله في الفريزر. انا بحب اجيب اللفة اللي هي النص كيلو، ودهنت صينيتي الحلوة كده، وكل طبق جلاش هدهن ايه عليها السمنة عشان يبقى مورق كده وجميل. كل طبقة هدهن سمنة، كل طبقة هدهن سمنة. فأنا كنت مش عارفة أعمل أكل إيه، وكان عندي كنت عاملة مكرونة بشاميل، كان باقي حتة لحمة مفرومة على حبة جبن عندي. قلت بقى أظبط الدنيا، حتة بشاميل، كل ده كان في التلاجة. طلعت كله وقلت إيه أعمل إيه العظمة دي صينية الجلاش عملتها بالجبنة واللانشون والزيتون كده وبالفلفل. انا بحب بصراحه صينيه الجلاش بالجبنه، بحس ان انا باكل بيتزا، باكل فطاير كده حلوه. بتبقى جميله، حلوه وسهله وسريعه، تفطري بيها، تتغدي بيها، تتعشي بيها، في كل الاحوال مش هتخسر، وحلوه وجميله. تمام تمام. انا هنا بدات غلفت صينيتي وحشيتها وظبطت دنيتي زي ما انتوا شايفين كده معايا، وهسيبها بقى كده هركنها، وهشوف الصينيه التانية اللي هعملها. بصوا زي ما انتوا شايفينها كده، هدهن وشها سمنة تاني وهقطعها، وخلينا ماشيين خطوة بخطوة. بس بقى كده انا هركنها دلوقتي على جنب، وهبدأ في صينيتي التانية. لو واصلة معايا لحد كده ما تنسوش اللايك والسبسكرايب على فكرة صينية الجلاش دي ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها بالكبد بالقوانص، ممكن تعمليها باللي انت عايزاه، احشيها اللي انت عايزاه المتوفر عندك. لو عندك حتت لحمة محمرة او مسلوقة في التلاجة برضو ممكن كده تعمليها ببصلاية كده، ومش شرط لحمة مفرومة. قطعي حتت صغننة كده وشوحيها ببصلاية وظبطيها، تبقى الدنيا فل الفل. تعالوا بقى هنا، دي صينية الجلاش اللي باللحمة زي ما احنا اتفقنا. بندهن الصينية ورقة ورقة، بنحط لها سمنة. ده كان بشاميل عندي، طلعته كده دفيته على النار وفككته. بعد كده رحت حاطة طبقة اللحمة، واحط عليها برضو جبن برضو عشان اللحمة مكانتش كتيرة قوي، فبرضو هبدأ ايه اظبطها وطعمها عشان تكون ايه حلوة، وطعمها يكون ايه زي ما انا عايزة. لايك بقى، لايك لايك لايك، احلى اخوات في الدنيا مع مطبخ علياء علي. شايفين الجمال؟ ايه ده يا اخوتي؟ ولا تقولي لي بيتزا بقى ولا اي حاجه. وهنا حطيت عليها رشه موتزاريلا ورشه جبنه رومي عشان الكلام ايه يتظبط كده ويبقى الطعم ايه. ايه رايكم بقى؟ تستاهل 5 موع، صح؟ خلاص يا علياء كفايه كده تصوير. بس وبدات كده بقى غلفت حطيت بقيت طبقات الجلاش ومسكتها قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. كنت هنا اللي مخلي الجلاش ناشف، انا كنت دخلتها الفرن كده لمدة 3 دقايق اتشمعت، عشان ابدأ احط عليها الايه الخليط بتاعي. وبروح مطلعه من الفرن، اروح بقى احط عليها هنا نص كيلو من اللبن، وحط عليه 3 بيضات. انا بحب احط بيض كتير بصراحة، ورشة فلفل اسود ورشة ملح، وبحط مكعبين ماجي. بصوا، بحب احط الماجي، بحط مكعبين ماجي، وبحط رشة فلفل اسود ورشة الملح و... ونص كيلو لبن. وحطيت كده ايه بمعدل ربع كوباية شوربة، لان انا الصينيتين انتوا ممكن تكونوا شايفينهم صغيرين، لكن هما ما شاء الله عليهم كبار.
وحاجة اضافية بحب احط في اللي انا حطيته دوت، بحط ربع معلقة بيكنج باودر تنفشه كده وتخليه جميل ومورق كده. بقى الخليط بتاعه اهو، وزي ما قلت لكم لازم الجلاش كده تدخليه الفرن كده ياخد دقيقتين 3 كده حسب فرنك وسرعته. انا ما بقولكيش حمريه بس يدفى كده عشان ايه اديله الخليط اللي انا ايه عاملاه دوت. يلا يا علياء اسقي الجمال ده كله. بصي السقيان بتاعه في المظبوط، يعني مش تمليه خالص بقى وتعمليه عجين، لا بصوا. هقسم الخليط، انا قلت لكم الكميه، انت بقى بعينيكي ونظرك. لو هتعملي صينيه واحده بتبقى كوبايه لبن كده حلوه كبيره محترمه، شوب كبير كده. دي عشان صينيتين فانا عامله شوبين ومزوده عليهم حبه شوربه اهو كده سقيتها. وهنا كنت قطعت صينيه الجلاش اللي باللحمه، دي قطعتها مثلثات، دي قطعتها مربعات كده كارو. بصوا بقى الجمال، يا خلاصي يا قمري. اسيبكم في حفظ الله، احلى اخوات في الدنيا.